بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث بهذه الفيديو عن كيفية حذف تعليقات غير مرغوبة فيه على قناة يوتيوب، أو تبقيها في قناتك أو توافق عليها، أو كيف تمسحها من الاستوديو. الأفضل شيء هو أول شيء تنزل هذه الاستوديو، اليوتيوب، على قناتك. إذا ما عندك هذه الاستوديو يكون صعب عليك بأنه تدخل على تعليقات غير مرغوب فيها. أول شيء ندخل على هذه، لأن موجود بكل التليفونات، كل الجوالات موجودة، بلاي ستوري. ندخل عليه. أول ما ندخل عليه فوق هون نكتب ستوديو. أول ما تكتب ستوديو هو يعطيك ستوديو يوتيوب. شوف، ستوديو يوتيوب أعطاني هون، هو يعطيك الاستوديو يوتيوب. أول ما ندخل عليه يفتح لنا هذه النافذة. هذا هو الاستوديو اليوتيوب. أنا نزلته وأعطاني الأوبن هون فوق. إذا تشوفوا أشر عليه، أنا أعطاني أوبن لأن أنا نزلته مفتوح عندي. ماشي. وأنتم إذا تنزلوها هون بهذا المكان الأخضر يعطيكم تثبيت أو تنزيل أو انستليرين أو أي شيء آخر. أول ما تضغط عليه تنزل على جوالك هذه الاستوديو اليوتيوب خلال نصف دقيقة أو أقل، يعني ما يطول. هاي النقطة الأولى. خلينا نخرج من هذا، ندخل على الاستوديو اليوتيوب. بعد ما نزلت الاستوديو اليوتيوب ندخل عليه. أول ما دخلنا عليه نروح على هذه الثلاثة الخطوط الفوق، نضغط عليه يطلع لنا التعليقات. أول ما نضغط على التعليقات يفتح لنا التعليقات العامة الموافق عليه اليوتيوب هو من أصل. وبعد نضغط على هذه السهم النازل لتحت، هذه السهم نزلنا عليه. ثاني شيء نضغط على هذه الأخيرة تحت، هذا التعليقات غير مرغوب فيها التحت آخر. أول ما نضغط عليه ظهر لنا هذا التعليقات غير مرغوب فيها، لأن ما في كلمات، أكثريتهم ما في كلمات، يعني ما عندهم كلمات محظورة أو كلمات ولكن عفوا، ولكن هم عاملين استنساخ لهذا، أو يكتبون نفس التعليق أكثر من 3 مرات ب3 قنوات، يعني يدخلون على 5 قنوات بنفس التعليق. اليوتيوب إذا أكثر من 3 مرات تستعمل نفس الكلمات يعتبر كلمة غير مرغوب فيها. يعني شو هذا اللي أنت تكرره كل لحظة؟ أوتوماتيكيا الروبوت اليوتيوب يرفض هذه الكلمات، ولكن لا يؤثر على المشاهدة ولا يؤثر على شيء بأنه ما في كلمات تبادل اشتراكات. يعني إذا في تبادل اشتراكات هذا فيها خطورة على قناتك وعلى قناة غيرك، ولا يحسب اليوتيوب الاشتراك تبعك بعدين، وفي الأخير يمكن أثناء تفعيل القناة يضرب قناتك أكثر وأكثر. لأن أنا هلا عندي تبارك الله عليك أختي، أنا زرتك، أتمنى رد الزيارة بس تقوى هذا، يعني لا بأس فيه، لا بأس فيه، احنا نوافق عليه. لأن ما عنده أصلا، أو عندي جديد تعالي بسرعة، لأن مكرر هذا بكثير قنوات مكرر نفس الكلمات هذا، يعني لا بأس فيه كمان. نضغط عليه نوافق عليه. تسلم الأيادي إن شاء الله يدوم التواصل، لا بأس عليه كمان. تسلم يدك، لا بأس عليه. تبارك الله عليك، نور. يعني كلمات إذا ما في تبادل اشتراكات، أو مثلا اشتركت عندك واشترك عندي إذا الكلمات هو كلمات شوية يعني صعبة باليوتيوب، احنا وافقنا على كل التعليقات لأن ما فيها كلمات المحظورة، ولكن كلمات هم مكررة عندهم باليوتيوب. يعني الشخص يطلع على 3 4 قنوات 5 قنوات 10 قنوات بنفس الكلمات، هذه تعتبر الكلمات غير مرغوبة. ولكن أكثر الكلمات غير مرغوبة، لا بأنه لا تتصور بأنه هذا الكلمات بأنه يضر بقناتك، بس إذا ما في كلمات اشترك عندي أو اشترك عندك أو تبادل اشتراكات أو نعمل تبادل اشتراكات، يعني هيك الكلمات فقط احذفها، أو اطلب من صاحب القناة خليه يمسح
أو يحذف تعليقه ويكتب شيء آخر حتى اليوتيوب يوافق على اشتراك بقناتك. ماشي، احنا راح ندخل على تعليقاتنا العامة. هذا كله نزل على تعليقاتنا العامة هون. احنا بدنا وافقنا على كله لأن ما عندنا أي مشكلة. هذا هو شرحنا اليوم على كيف يعني تحذف تعليقات أو توافق على تعليقات غير مرغوب فيها على قناتك. لأن هذا التعليقات الغير مرغوب فيها إنه أكثر شيء، يعني بعض مرات أنا سمعت من اليوتيوبرز من يقول التعليقات هذه إذا وافقت عليه ما في كلمات محظورة أو كلمات يعني يضر قناتك وقناة غيرك، بأنه توافق عليه بأنه يحسب لك مشاهدة. إذا حذفته أنا هيك سمعت، ولكن ما أظن أكثر شيء يعني. إن شاء الله هذا الفيديو عجبكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك من فضلكم إخواني وأخواتي. الله يبارك فيكم، الله يوفقكم جميعا يا رب، ويتفعل قناتكم بإذن الله تعالى. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.